السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا الطيب. النهارده عاملين الأكلة المصرية، الأكلة اللي في كل بيوت مصر كلها، بانيه ومكرونة وشوية سلطة. كان اليوم ده مش عارفة أعمل إيه، حيرة بصراحة، وكنت مستعجلة وكنت لازم أنزل يعني وكده، فلازم أعمل حاجة يعني برضه عشان خاطر لو وقت ما نيجي نبقى الدنيا متضبطة. عملت طلعت بانيه كان عندي في الفريزر، طبعا غسلاه حلو قوي بالليمون. أهم حاجة الليمون في الفراخ بالذات أو أي زفر، ليمون ودقيق اهم حاجه. المهم ان انا طلعته وغسلته وخليته بقى ايه على جنب كده، وتتبيلته بسيطه وسهله جدا. يعني انا عايزه اقول لك ان انا يعني ما كانش في بالي ان انا اصور اصلا، بس قلت لا، طب ما انا هتبل وهتبقى الحاجه بسرعه ومش عارف ايه، طب ما اصور واوريكم. يعني لما نكون عايزين ننجز كده ولا عايزين نعمل اكله بسرعه بسرعه ممكن نعمل ايه. انا معايا بصلايه مبشوره، ومعايا حطيت ورق غار او ورق لورا، حطيت 7 بهارات، حطيت فلفل اسود، وحطيت حبه ملح، طبعا بتظبطي الملح، ومعلقه خل. بالنسبه لل7 بهارات اهم حاجه تكوني جايباها من عطار انت واثقه فيه قوي، مش واثقه فيه يعني عطار مشهور عطار معروف. بيبقى ال7 بهارات بصراحه بيبقوا ايه، مميزين قوي عنده، يعني مش من اي حد. او ممكن تعملي انت ال7 بهارات في البيت. بجد بجد فرقت قوي في البانيه. جربي ال7 بهارات في قلب البانيه، بجد فرقت قوي. وبعدين لمت حاجات كتير كده انت ممكن تحطيها، فهي مره واحده. هنا طبعا كنا تبلناه وحطينا حبه المعلقتين خل زي ما قلت لك، والفلفل الاسود، وال7 بهارات وملح، بس ما حطيتش حاجه تاني خالص. كنت حاطه ميه للمكرونه، حطيت يا دوبك معلقتين زيت، وحطيت الملح بتاعي، ظبطت الملح بتاعي. انت طبعا المكرونه بتاعتي مش بضيف لها زيت، غير مثلا لو انا المكرونه دي مش عارفاها او خايفه منها باضيف لها مكرونه. انما لو مكرونه انت واثقه فيها وعارفاها ومجرباها، انت ممكن تستغني عن معلقتين الزيت اللي انت هتحطيهم في قلب الميه. بس كانت هنا المكرونه بتاعتي يعني بوريها لك ان هي مفلفله وحلوه. إيه طبعا هنا غسلت طماطم وفلفل وبصلايه، قلنا نعمل حبه سلطه كده في السريع. هنا بعمل المكرونه برضو بطريقه حلوه قوي، انت هتحبيها جدا جدا جدا، طريقه المكرونه بالبصل ديت. انت بتحطي حبه زيت وبتحطي البصلايه، دوبك البصلايه بتاعتك تدبل، قطعيها زي ما انت عايزه، قطعها طويل رفيع صغير ايا كان، يا دوبك تدبل. تروحي نازله بنص معجون طماطم، ما عندكيش خلاص، هو الطماطم اللي انت ضرباه في الخلاط هتغني يعني، بس هي عشان تحمر بس الموضوع معايا. وهنا حطيت حبه واحده ماجي. طبعا الماجي مقاطعه يا جدعان، بس الماجي لسه عندي لان انا بجيب حاجتي بالشهر، فان شاء الله اول ما يخلص يعني هنشوف البديل. هنشوف ايه البديل. المهم ان حطيت واحده ماجي، فلفل اسود، حطيت شويه الملح وخلاص. بجد المكرونه بالبصل تحفه، انتي مش هتستغني عنها. ممكن اصلا تستغني عن البانيه، وممكن شويه المكرونه دول مع حبه بطاطس مع طبق سلطه، يعني احلى غدا، والله العظيم احلى غدا. هنا طبعا البانيه بتاعي كان اتبل وسبته طبعا حبة حلوين. جبت البضاية فوقيها، يعني بقى مش هحط بيض في طبق لوحده والدقيق في طبق لوحده والبقسماط في طبق، لا، هي البضاية كسر البضاية على قلب البانيه. وانا ده البقسماط بتاعي. انت البقسماط بتاعك عايزة تضيفي معلقة دقيق ضيفي، مش عايزة تضيفي معلقة دقيق خلاص يعني تمام، ما تضيفيش. هو الفيجيتار حلو، فيجيتار بقى بقسماط ايا كان انت هترمضي بايه. بس اهم حاجه بقى في الترميضه ان انت تدوسي على حته البانيه، او لو عامله ستيك او بوفتيك، او عامله كبده او اي حاجه. اهم حاجه الضغطه. انا هنا في حتتين عملتهم بالفيجيتار كده على طول، من غير ما احط حبه بركه وسمسم، وجيت قلت اما ما اعمل حتتين تاني بحبه البركه والسمسم. اصلا يعني انت هتسيبي الحتتين التانيين وهتاكلي الحتتين بحبه البركه والسمسم. حقيقي 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 حلوة جدًا. هنا كان الزيت بتاعي اتقدح. حطي أهم حاجة إن يكون الزيت سخن، أهم حاجة الزيت بتاعِك يكون سخن. حطي الزيت وحطي البانيه، أول ما الزيت يعني يسخن تروحي حاطة البانيه، بجد هيطلع لِك مقرمش وحلو، طري من جوّه ومخربش كده وناشف وشكله حلو كده من برّه، وبألف هنا. ما تنسوش اللايك والشير، ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويرضيه ويكرمكم. ربنا يا رب يبارك في أولادنا ويجعلهم ذرية صالحة ويرزق كل مشتاق يا رب، آمين يا رب العالمين. ما تنسوش اللايك بتاعي يا حلوين، شكرًا، ربنا يسعد قلوبكم.